أعزائي الطلاب على جميع مستوى الجمهورية، طلاب المرحلة الإعدادية، أهلا ومرحبا بكم في قناتنا الخطة السرية للدراسات الاجتماعية. بيقول لك ليه يا مستر بما تفسر تعرف كل من قارتي آسيا وأوروبا بكلمة أوراسيا؟ أقول له كده يا مستر لأن قارة أوروبا هي امتداد يا ولاد، امتداد طبيعي لقارة آسيا من جهة إيه يا ولاد؟ مهم أوي، من جهة الغرب. الأهمية الاستراتيجية الموقع، أول ما يقول لك يا ولاد أهمية استراتيجية تقول له إيه؟ ممرات ملاحية، مسطحات مائية. وتبدأ تقول له بقى عندك مضيقين، مضيق باب المندب وده مضيق آسيوي إفريقي، وأما مضيق هرمز ده مضيق إيه يا ولاد؟ مضيق آسيوي خالص. طيب أنا عايزك تكتب حاجة بقى على مضيق هرمز يا ولاد. مضيق هرمز هو يصل بين ايه يا ولاد؟ بين بحر العرب والخليج العربي. طيب الموقع قارة آسيا أهمية اقتصادية كبيرة. أنا بقى عايزك تمسح الكلام ده وأقول لك بقى أي أهمية اقتصادية هتجاوبها في نقطتين. هتقول كده يا ولاد إن هي الموقع الجغرافي والموقع يا ولاد الموقع الفلكي. طيب الموقع الفلكي يا ولاد قال لك تنوع المناخ. تنوع المناخ يا ولاد بيحصل عنه تنوع النباتات الطبيعية. طب والنباتات الطبيعية زي حشائش السافانا والاستبس حيوانات مختلفة، لأن اللي بيقعد في الحر غير اللي بيقعد في الشتاء. وبعد كده في الآخر محاصيل إيه يا ولاد؟ المحاصيل الزراعية. طيب الموقع الجغرافي لقارة آسيا يا ولاد كمان قال لك هي بيبقى ليها معبر رئيسي لطرق التجارة. زي إيه يا ولاد طرق التجارة؟ قال لك طرق تجارة برية وطرق تجارة بحرية، يبقى برية وبحرية، زي طريق التوابل وطريق ايه؟ الحرير يا ولاد. طيب للموقع الجغرافي لقارة أوروبا أهمية اقتصادية. برضو أول ما يقول لك يا ولاد أهمية اقتصادية هتقول له إيه وإيه؟ هتقول له الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. الفلكي خلاص ثابت، يعني الفلكي هتعيد نفس الكلام ده، خلاص الفلكي ثابت. احنا دلوقتي هنتكلم عن الجغرافي يا ولاد. قال لك الجغرافي والله في قارة أوروبا هو ساعد على إيه وإيه يا ولاد؟ ساعد على سهولة التواصل الاقتصادي بينها وبين إيه يا ولاد؟ وبين قارات العالم. أما رقم 5 يا ولاد قارة أوروبا ليها أهمية استراتيجية. استراتيجية يا ولاد على طول بتكتب مسطحات مائية، ممرات ملاحية، وبعد كده تكتب المضايق. عندك زي مضيق جبل طارق بيربط بين أوروبا وآسيا، أوروبا وأفريقيا. ومضيق يا ولاد عندك تاني البسفور والدردنيل، ودول بقارة أوروبا وآسيا بتقترب بينهم يعني. تعرف هضبة التبت بسقف العالم ليه؟ لأنها يا ولاد أعلى هضبة في العالم. تعد قارة آسيا أكبر قارات العالم من حيث طول سواحلها بسبب إيه يا ولاد؟ بسبب كبر مساحتها. قيام عديد من المواد الطبيعية في أوروبا، يعني بيقول لك ليه؟ بسبب إيه؟ بسبب كثرة تعرج السواحل. طيب ما النتائج المترتبة على الموقع الفلكي لقارة آسيا؟ طيب نتج عن كده ان هو لسه اللي احنا حافظينها تنوع المناخ والنباتات الطبيعيه والمحاصيل الزراعيه والحيوانات. طيب اشراف قاره اوروبا يا ولاد، لما تشرف قاره اوروبا على مضايق مهمه، لما بتبص على مضايق مهمه يا ولاد يبقى ليها اهميه استراتيجيه. طيب انا طبعا عشان من الصبح بسجل فهحققوا عليا لو حاسس ان انا مثلا زهقان شويه او حاجه. طيب دلل على تنوع الحدود الغربيه لقاره اسيا بين حدود مائيه وحدود بريه. اقول له كده الحدود البريه زي جبال ايه يا ولاد؟ جبال اورال. اما الحدود المائيه زي البحر الاسود والبحر المتوسط والبحر الاسود والمتوسط يا ولاد. طيب لموقع قارة آسيا أهمية دينية لأنها مهد للديانات السماوية الثلاثة، اليهودية والإسلامية والمسيحية. كانت قارة آسيا موطن للعديد من الحضارات القديمة، هتقوله زي مثلا حضارة بلاد الرافدين وحضارة فينيقيا وحضارة بلاد وحضارة الهندية والحضارة الصينية والحضارة الإسلامية. تعدد الحضارات في قارة أوروبا زي الحضارة الرومانية والحضارة اليونانية. طيب 5 يا ولاد
تتعرض السهول الساحلية في قارتي آسيا وأوروبا للعديد من المخاطر يا ولاد. قالك لأنها بيحصل لها 3 حاجات يا ولاد: تغيرات مناخية، والتلوث، والاستغلال المفرط. طيب بيقول لك قارن بين الأهمية الاقتصادية لآسيا وموقع قارة أوروبا. يعني أقول الأهمية الاقتصادية لآسيا والأهمية الاقتصادية لأوروبا. طبعا لسه قايلينهم فوق. هتقول كده الأهمية الاقتصادية يعني هتقول موقع فلكي والجغرافي لكل واحد، واحنا لسه مجاوبينهم فوق. الجبال في قارة آسيا وقارة أوروبا. طيب يا مستر الجبال في قارة آسيا يا مستر عندنا مثلا زي جبال الهيمالايا، أما الجبال اللي في أوروبا زي جبال البرانس. طيب عندنا هضاب في آسيا والهضاب في أوروبا. في آسيا عندك هضبة الدكن والتبت، وتكتب كل واحدة بالتفصيل: هضبة الدكن وهضبة التبت يا ولاد، وهضبة شبه الجزيرة العربية. أما مثلا في قارة أوروبا عندك هضبة الميزيتا وهضبة فرنسا الوسطى. طب السهول الفيضية في قارة آسيا والسهول الفيضية في أوروبا، هتبدأ تقول إن في آسيا عندك سهول منشوريا وسهول سيبيريا وسهول شرق الصين وسهول الهند السند وسهول نيجر والفرات. في أوروبا عندك مثلا زي إيه السهل الأوروبي العظيم ونهر الفلوجة ونهر إيه الدنوب يا ولاد. بيقول لك رقم 11: ماذا يحدث إذا اتسمت السهول الساحلية بالاستقامة؟ قال لك ما كانش هيبقى فيه مواني طبيعية يا ولاد. رقم 12: حدد مصداقيتك او حدد تقييمك لمصداقية كل عبارة من العبارات التالية مع ذكر السبب في الحالتين. يعني هتقول له صادقة او غير صادقة، وايه الدليل بتاعك على الاثنين. يصعب الاستفادة من الانهار التي تجري في شمال قارة اسيا طوال العام. هقول له طبعا عبارة غير صادقة، لان هي تفقد اهميتها الاقتصادية في فصل ايه الشتاء فقط يا ولاد. ده هنا بيقصد على سهول سيبيريا اللي هو فيها انهار او اوبو يانسي ولينا. السهول الفيضية في قارة أوروبا ليها أهمية اقتصادية كبيرة. السهول الفيضية في قارة أوروبا ليها أهمية اقتصادية كبيرة. هقول له عبارة صادقة، لأن هي ساعدت على إيه يا ولاد؟ ساعدت على سهولة الاتصال بين أجزاء القارة وتحقيق تنمية إيه يا ولاد؟ تنمية الزراعة. طيب رقم 3: جميع السهول الساحلية بقارة آسيا متسعة. طبعا غلط يا مستر، إجابة خاطئة أو إجابة غير صادقة. قال لك لكن هي بتختلف وبتختلف من حيث الاتساع والضيق من منطقة لأخرى حسب إيه يا ولاد؟ اقتراب أو ابتعاد المرتفعات عن سطحها. طيب رقم 4: يوجد بالقرب من ساحل قارة آسيا عدد كبير من الجزر. إجابة صادقة. عندك جزيرة سريلانكا وأرخبيل اليابان وأرخبيل إندونيسيا وأرخبيل الفلبين. طيب وضح أوجه الشبه بين قارة آسيا وقارة أوروبا من حيث الموقع الجغرافي. يعني قول لي الشبه. هقول له والله إن الاتنين بيحدهما المحيط القطبي الشمالي من جهة الشمال، وبيشرفوا على البحر المتوسط والبحر الأسود من جهة الجنوب. يبقى يا ولاد من ناحية الشمال عندنا المحيط القطبي الشمالي، وعندنا يا ولاد عندنا من جهة الشمال، وعندنا كمان من ناحية الجنوب او بيشرفوا على البحر الاسود والبحر المتوسط. السهول الساحلية في قارة اسيا واوروبا ايه اوجه الشبه ما بينهم؟ بيختلف في اتساع ان السواحل بتاعتهم من مكان للتاني، وكمان يا ولاد هم عندهم سهول ساحليه مشتركه بتبص على المحيط القطبي الشمالي، وبتبص على بحر قزوين، وبتبص على البحر المتوسط، وبتبص على البحر الاسود، لان دول يعتبر مشتركين يا ولاد. اخر صفحه او اخر صفحتين يا ولاد خلاص اسئله التميز. بيقول لك ما اسم القمه الجبليه يا ولاد؟ دي قمه قمه ايفرست. دي اعلى قمه جبليه. امامك صوره لاعلى قمه جبليه في العالم، قمه ايفرست او جبال الهيمالايا. الى اي سلسله؟ خلي بالك هو اعلى اسالك اسم القمه، ما قالكش سلسله جبال ايه، قال لك اسم القمه يبقى ايفرست. اي سلسله جبال تنتمي الى هذه الجبال؟ دي تنتمي الى جبال الهيمالايا. ما القاره التي تقع بها قاره يا ولاد؟ اسيا او اكبر قارات العالم. طيب باستخدام الخرائط الموجوده في صفحه 20 24 26 بيقول لك تختلف قاره اوروبا عن قاره اسيا. بيختلفوا في ايه؟ مرور مدار السرطان بأراضيها، طيب، ولا شدة اتساع امتدادها الفلكي. طيب مدار السرطان يا ولاد بأراضيها، ولا بيعدي في أوروبا، ولا بيعدي في آسيا. طيب شدة اتساع امتدادها الفلكي، الاتنين متسعين جدا.
لا يا ولاد، مدار السرطان بيعدي على اوروبا. ثواني. صح. مدار السرطان بيعدي على اسيا يا ولاد، معلش حقكوا عليا. مدار السرطان بيعدي على اسيا. مدار السرطان بيعدي على اسيا، ما بيعديش على اوروبا. انا هنكت اصلا. طيب يبقى لا طبعا مش مرور مدار السرطان. مرور خط الطول الرئيسي، ايوه هو بيعدي في اوروبا، وبيعدي يا ولاد ما بيعديش في اسيا. يعني بيعدي في اوروبا، ما بيعديش فين في اسيا يا ولاد. تتشابه قارة اسيا مع قارة اوروبا. الاتنين يا ولاد بيتشابهوا مع بعض في ايه؟ الاتنين يا مستر بيتشابهوا مع بعض في ان الاتنين كثرة تعرج السواحل بتاعتهم، فعندهم موانئ كتير. المسطح المائي الذي تقترب عنده كل قارات العالم القديم هو طبعا البحر الايه يا ولاد؟ البحر المتوسط. المسطح الذي ظهرت على سواحله معظم الحضارات القديمة هو سواحل الحضارات القديمة، سواحل برضو البحر المتوسط يا ولاد. جميع المضايق التالية توجد بين قارتين يخرج عنهما طبعا مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز بين آسيا بس يا ولاد. طب يصب نهر السند فيه أي يا ولاد؟ بحر العرب. بحر إيه يا ولاد؟ العرب. أي من دوائر العرض الرئيسية التالية تمر بأراضي أوراسيا، يعني في قارة آسيا وأوروبا الدائرة القطبية الشمالية. الدولة الأثيوبية التي يمتد يابسها في نصف الكرة الأرضي الشمالي والجنوبي يا ولاد، دي طبعا بتكون أندونيسيا. انا تعرف ان هو عايز كده ايه، اريح بقى بس انا هحل لكم. المناخ والاهميه الاقتصاديه للانهار في سهول سيبيريا. قال لك ان المناخ بيأثر بالسلب على الاهميه الاقتصاديه بسبب ان هم بيتجمدوا في فصل ايه يا اولاد؟ الشتاء. قارة آسيا والديانات السماوية. قال لك إن قارة آسيا مهد للديانات السماوية الثلاثة: المسيحية والإسلامية واليهودية. ما تقييمك لمصداقية العبارة مع ذكر الحالتين؟ تشرف شبه الجزيرة العربية على العديد من المواقع الاستراتيجية. إجابة صادقة، لأن هي بتشرف يا ولاد على زي خليج عمان والخليج العربي ومضيق باب المندب ومضيق هرمز. توجد أعلى قمة جبلية في العالم بأصغر قارات العالم القديم. أعلى قمة جبلية في العالم في أكبر قارات العالم، اللي هي جبل الهيمالايا جوا قمة إيفرست، على فين يا ولاد؟ في قارة آسيا. قارة آسيا هي إحدى قارات العالم القديم إلى أنها تقترب من يابس العالم الجديد. قارة آسيا أيوة، عند مضيق إيه؟ عند مضيق بيرنج. يبقى العبارة دي عبارة غير صادقة يا ولاد، معلش. أنا قلت لكم إن هي غير صادقة، تمام. طيب دي عبارة رقم 3 عبارة صادقة يا ولاد. رقم 4: تتقاسم قارتي آسيا وأوروبا الإشراف على بعض المسطحات المائية. إجابة صادقة، زي إن هم بيشرفوا على المحيط القطبي الشمالي والبحر المتوسط وبحر قزوين والبحر الأسود. وأقول لكم إن إحنا كده انتهينا من درسين في المنهج بتاعنا، وربنا يقوينا إن إحنا نقدر نحل كل الحاجات اللي باقية إن شاء الله. لو حد عنده أي سؤال يكتبه لنا تحت في الكومنتات.